كنت قاعدة زهقانة ومش عارفة أعمل إيه، وفجأة افتكرت إني جايبة كتب من فترة ما فتحتهاش خالص، فقررت أفتح واحد من الكتب دي وكانت المفاجأة. اخترت أفتح كتاب أوميجا، الغلاف بتاعه رائع لمحمود عبد الحليم، وعملت النسكافيه بتاعي وقررت إن أنا أقعد أقراه. بس المفاجأة لما فتحته لقيت معاه فاصل صفحات ونوت صغيرة هدية مع الكتاب. حسيت إني مبسوطة ومتحمسة قوي إن أنا أقراه. أنا جبت طبعا قبل كده كتب كتير جدا، بس أول مرة أجيب كتاب متغلف حلو قوي كده وكمان معاه هدية، يعني نوت وفاصل صفحات أو أي هدية عموما. طبعا أنا قبل ما أجيبه أصلا شدني الغلاف وكمان كان عليه أوفر حلو قوي، ده الكلام ده من سنة أو أكتر كمان. أنا طبعا مش فاكرة أي تفاصيل بالنسبة للسعر، لكن كده نقدر نقرا كتاب واحنا مبسوطين. لسه هقراه وهشوف يا ترى قصته هتبقى حلوة زي تغليفه كده ولا لأ. معايا نوت جديدة أقدر أكتب فيها ملاحظاتي، أفكاري، أو حتى الحاجات اللي بنساها، وفاصل كمان عشان أعرف أنا وصلت لحد أنهي صفحة، وواضح طبعا إني مش هقرا لوحدي. وأخيرا قولولي في الكومنتات لو حابين أقول لكم رأيي فيه بعد ما أخلصه.